عمرك سمعت عن شخص ممكن يقتل وهو نايم؟ انا هعرفك على واحد، تعالى معايا. ده شخص اسمه باركس، عنده 23 سنة، متجوز وعنده طفلين، وكان بيعاني من الأرق عند النوم. وفي يوم من الأيام لما كان نايم على الكنبة على الساعة 1:30 بالليل كده، قام وهو نايم وشغل العربية بتاعته وراح لبيت أهل مراته. نزل من العربية ودخل البيت ودخل المطبخ، وبعد كده سحب سكينة وراح قتل حماه وحماته. ودي تعتبر حالة واحدة بس من الحالات اللي ممكن تحصل بسبب الأرق. طيب هو ليه النوم مهم وليه المفروض ننام؟ ومفيش حد أصلا علمنا فوائد النوم، بس بعد ما قريت كتاب لماذا ننام لماثيو ووكر عرفت حاجات كتير جدا مهمة عن النوم. واوعدك اللي انت هتتصدم من كمية الأفكار اللي انت هتسمعها في الفيديو دوت. يعني مثلا ايه الرابط بين نومك في الفندق ونوم الحيوانات، وازاي بيأثر فرق البلدان عن النوم، ليه احيانا بتقوم قبل ما المنبه يضرب ب5 دقايق، وليه القهوة بتأثر فيك وما تأثرش في صاحبك، وتفاصيل كتير هتسمعها في الحلقة دي. فأهلا بيك في حلقة جديدة من حكاية أونلاين، معاك عبد الرحمن إبراهيم، ويلا بينا نبدأ الحلقة. طبعا عالمنا الكبير ده كله المختلف في كل حاجة اتفق على حاجة واحدة بس، اللي احنا لازم ننام من 6 ل 8 ساعات يوميا. وهنا سؤال لازم اسأله لك قبل ما تكمل الفيديو معايا: هل انت بتنام 8 ساعات يوميا؟ ولو انت بتنام فعلا من 6 ل 8 ساعات فانت في الجانب الآمن. ولو انت مش بتنام من 6 ل 8 ساعات ففتح كده ودنك وعقلك معايا واستوعب الكلام اللي هقوله لك. الفصل الأول: كيف ننام بسهولة؟ في كتير جدا من الشباب بنشوفهم اليومين دول بيعانوا من أمراض مزمنة وهم لسه في سن صغير، زي أمراض القلب، السرطان، الضغط والسكر. في بعضهم بيوصل للزهايمر حرفيا، وغيرها من أمراض كتير. وبعد الشر عنك يا صديقي العزيز. وليه بنتكلم عن فترة الشباب أو الفترة اللي ما بين 20 ل 30 سنة؟ لأن دايما بيقضوا وقتهم في الجامعات لا إما في الشغل، ولما يخلصوا بيروحوا فين؟ بيروحوا على قهوة. أصلا إن ممكن ياخد أكتر من كوباية قهوة في الشغل، يعني في يوم واحد بياخد أكتر من استهلاك يوم في الكافيين. الكافيين اللي قال عنه ماثيو مؤلف الكتاب المنبه ذو المفعول النفسي الأوسع استخداما في العالم كله، غير إنه السلعة التانية من حيث التداول في كوكبنا من بعد النفط. المشكلة هنا إن الكافيين بياخد من 5 ل 7 ساعات عشان يتحلل، وممكن أكتر. وفكرة إنك تنام نوم طبيعي وهادئ بتكون مستحيلة شوية. خلينا ناخد مثال. في ناس بتقول لك يا عم لا انا عادي ممكن اخد كوبايه القهوه وبعد كده اطلع انام. في كتير جدا منا ممكن يحصل له كده، بس الحقيقه ان النومه دي ما بتبقاش نومه هاديه ولا مستقره تماما. وده طبعا ما يلغيش ابدا ان كل انسان مختلف عن الاخر، وتاثير القهوه عليا انا غير تاثير القهوه عليك. اول حاجه بتختلف على حسب نوع القهوه، يعني القهوه العربيه غير القهوه المستورده. تاني حاجه وتحليل القهوه عن طريق انزيم بيفرز من الكبد، ودي حاجه بتختلف من شخص للتاني. تالت حاجة مادة بتفرز في الدماغ بتسمى الأدينوزين، والمادة دي يا صديقي العزيز هي المسؤولة عن الحاجة للنوم. لما يخش كافيين الجسم بيعمل جدار، بس المادة دي بتفضل تتراكم لحد ما تبوظ الجدار دوت، فتحس مرة واحدة بنعاس شديد جدا، وهتكون ساعتها دخلت في حالة تسمى صدمة الكافيين. طيب دلوقتي عرفت ليه ممكن القهوة تأثر فيك بس ما تأثرش في صاحبك؟ لأن ممكن صاحبك يكون مختلف عنك. الفصل التاني: إيه اللي بيتحكم في نومنا؟ في عاملين بيحددوا إمتى ننام وإمتى نصحى، هو الإيقاع اليومي ومادة الأدينوزين اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. وهو عبارة عن إشارات منبثقة من ساعتك البيولوجية اللي موجودة في جسمك، بتكون لك إيقاع لمدة 24 ساعة بيحدد لك إمتى تنام وإمتى تصحى. مش بس كده كمان، ده بيتحكم لك في أوقاتك المفضلة في إمتى تاكل فيها وإمتى تشرب، وبيتحكم كمان في تغيراتك المزاجية والانفعالية. وفي نقطة: ساعتنا البيولوجية ما بتتأثرش بالبيئة المحيطة اللي موجودة حوالينا. الفصل الثالث: انواع النوم. عمرك شفت حد كده صاحي من النوم وبيقول لك يا جدعان هو انا نمت؟ انا هقول لك ليه. الحوار ده بيعتمد على مؤشرين. اول حاجه وهي فقدان الادراك الخارجي. صحيح فعلا ان بعض الحواس لما بتخش في النوم بتكون شغاله، بس برضه هي بتكون بنسبه ضئيله جدا، وادراكك بالحاجات اللي حواليك بيختفي تماما، فما بتحسش باي حاجه ولا بتحس بالوقت اللي بيمر عليك وانت نايم. ده المؤشر الاول. طيب المؤشر الثاني وهو الاحساس بتشوه الزمن. غالبا انت بتخش في النوم بس ما تعرفش بالظبط امتى نمت، لكن بتبقى عارف بالظبط انت استيقظت الساعة كام. هو طبيعي لما انت تكون نايم هيبقى ادراكك للوقت معدوم، بس دماغك اللاواعي بيكون مسجل التوقيت دوت بدقة. واحيانا بيحصل لك الحاجات دي، يكون عندك رحلة مهمة جدا او امتحان مهم جدا لازم تصحى له على سبيل المثال يعني، وتروح تظبط المنبه بتاعك، واللي يحصل معاك ان قبل ما المنبه يرن بدقايق بتكون انت صحيت فعلا من النوم. ودي انا شخصيا بتحصل لي كتير جدا. بس عايز اقول لك ان دماغك اللاواعي بيكون حاسب الوقت كويس جدا يا صديقي العزيز. عمرك سمعت عن حاجة اسمها دورة النوم؟ ودي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تعرفها. واحنا نايمين بيبقى فيه دورات للنوم، الدورة تقريبا بيبقى مدتها 90 دقيقة. في بداية كل دورة وفي نهاية كل دورة بيكون النوم خفيف جدا،
وبتكون مدرك كده بنسبه بسيطه جدا باللي بيحصل حواليك. اما الفترات اللي في النص دي بتبقى فترات النوم العميق، وفترات النوم العميقه هي دي الفترات اللي بنكونش حاسين فيها باي حاجه تماما. طيب هي الاحلام بيبقى موقعها فين بالظبط في الدوره دي؟ ممكن نقول في مرحله انعدام حركه العين تماما، بس الحقيقه بتكون ان الاحلام بتحصل في حركه العين السريعه جدا، لان النوع دوت من النوم بيبقى ليه مميزات خاصه وبيخلي وجود الاحلام فيه شيء مهم جدا. طيب هل الاحلام اللي بنحلم بيها كل يوم دي وجودها مهم، وهل ليها فوائد ولا هي مجرد افكار متراكمه كده وعابره وخلاص؟ ماثيو بيقول لك ان الاحلام ليها فوائد كتير جدا. اول حاجه بتعالج صحتك وبتساعدك على الابداع وبتساعدك في حل مشاكلك. طيب خلينا ناخدها واحده واحده بالتفصيل. ازاي بيعالج صحتك؟ مش احنا قلنا ان الحلم بيحصل في فتره من فترات النوم وهي حركه العين السريعه؟ الفتره دي ليها مهمتين. الاولى وهي بتساعدك ان انت تفتكر كل التجارب القيمه اللي مرت في اليوم. فعلى سبيل المثال لما تمر بتجربه جديده عليك خلال اليوم بتتسجل وقت النوم يا صديقي العزيز. وزي ما بتنشط عندك الذاكره، المهمه الثانيه بتاعتها انها بتساعدك على النسيان. لما يكون عندك حاجات مؤلمه جدا حصلت معاك في اليوم وتفضل تفكر فيها كتير وتيجي تحلم بيها بعد كده، الاحلام دي بتساعدك على تخفيف الانفعالات العصبيه اللي بتحصل وبعد كده بتنساها. والحلم كمان بيساعدك على الابداع، ودي النقطه رقم 2. وخد لك القصه دي من احسن القصص اللي عجبتني شخصيا، قصه الكيميائي الروسي مندليف. ده الكيميائي العظيم اللي جمع جميع العناصر في الجدول الدوري. الراجل ده كان بيضم كل العناصر اللي موجوده في الكون، وقعد سنين وسنين بيحاول يربط بينهم، وللاسف ما نجحش، لدرجه انه فتره من الفترات استمر من 3 ل 4 ايام من غير ما ينام، قاعد على قد ما يقدر بيجمع كل عناصر الجدول. وبعد العناء اللي عمله ده كله في الاخر خالص استسلم للنوم ونام. لكن العناصر الكيميائيه فضلت موجوده في دماغه، وهو نايم حلم بالعناصر دي في دماغه وربطهم بشكل متناسق جدا، وطلعت بالشكل الجميل اللي احنا بنشوفه كل يوم من مجرد حلم. طيب هنا السؤال، هو شاف ايه في حلمه بالظبط؟ قال لك كده بالظبط: لقد رايت في الحلم جدولا يحتل كل عنصر مكانه فيه وعلى النحو المطلوب تماما، وعندما استيقظت دونته على الفور. وزي ما قلنا ان الحلم مش بس بيساعدك ان انت تبدع، لا كمان الحلم قادر على حل مشاكلك. في واحده من التجارب كانوا بيطلبوا من المشاركين ان هم يحلوا مسائل كتير جدا وفي جلستين بس، وبعد انتهاء الجلسه الاولى ادوهم بريك. في ناس ناموا وناس لا. اللي ناموا يا صديقي العزيز هنا قدروا يحل 3 اضعاف اكتر من اللي ما ناموش. فباختصار كده يا صديقي العزيز، اوعى تستهين ان انت تنام 8 ساعات في اليوم. ففكره اللي احنا ننام 6 ساعات بس هي نفس فكره اللي احنا ننام زي الحيوانات بنص دماغ، واحنا في العاده بننام بدماغنا كلها باستثناء حالات بسيطة جدا. منها على سبيل المثال لما بنروح ننام في فندق جديد، تختلف علينا البيئة وبيختلف علينا الفراش، فبننام بنص دماغ. عشان كده بننام بنص دماغ وبتكون النومة مزعجة ومقلقة. أنا تقريبا ما شرحتش الكتاب باستفاضة، بس غطيت لك أهم المعلومات الموجودة في الكتاب. لو عايز نعمل جزء تاني واحكي لك عن الكتاب دوت بشكل أطول، انزل اكتب لي تحت في الكومنتات. وهنا نكون خلصنا الفيديو. ولو عجبك الفيديو دوت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. كان معاكم عبد الرحيم إبراهيم، ودي قناة حكاية أونلاين. السلام عليكم.